مبروك للمنتخب الوطني المغربي. اولا المنتخب الوطني المغربي اللي ربح اليوم ب4-1. المنتخب ديال الجزائر غندويو عليه، اللي اليوم خرج واحد التصريح في الاتحاد الجزائري لكره القدم، بداو بالشكا والبكا تا هما. قال لك بانه الارضيه الميادين عيانه، وعلى كيتسائلوا علاش كيلعبوهم في العشيه. غنهضروا على يا لهوي يا لهوي دي ليلتك سودا. المنتخب ديال الفراعنه واللي تعادل بمشقه الانفس بسبب التصريح ديال عز الدين أناحي. دونك خلطه جلوطه، ولكن ما عرفتش منين غنبداو بحاجه زوينه. اليوم غنقولوا مبروك للمنتخب الوطني المغربي لكره القدم بعد الشاطئيه، ربحوا ب4-1 الخوت. لاعبين بطوله دوليه وديه في البرازيل وربحوا لي اليوم المنتخب ديال ميريكان ب4-1. المنتخب المغربي اللي كيوجد الاستحقاقات الجايه ان شاء الله، عنده مدرب سنغالي، المدرب السابق ديال المنتخب ديال السنغال. مبروك عليهم. وغنبقاو في المنتخب المغربي، ولكن غنمشيو للكره وغنمشيو لاكوت ديفوار. اكوابا غنقول لكم عاوتاني مرحبا دارتها اليوم الموزمبيق لمن دارتها المنتخب ديال الفراعنه. يا لهوي يا لهوي دي ليلتك سودا. كانوا متعادلين الخوت واحد الوقت، صدقوا خاسرين، ولكن جاب الله التيسير في الدقائق الاخيره. دونك نقولوا لهم مبروك. واخا عندهم اعلى او لا اغلى لاعب، ولا اعلى من ناحيه الاجر بالمناسبه، حتى المدرب ديال المنتخب الفراعنه كيشد 200 مليون، يعني 200 الف اورو. لعبوا مع المنتخب ديال الموزمبيق زيروهم، ولكن مبروك عليهم، خرجوا بعدا بالتعادل. وهنا كيبان لك بانه التصريح اللي كان قال عز الدين أناحي راه داكشي اللي كاين. كون كانوا غيخرجوا بداك الشيء، ولكن على العموم مبروك على الاخوان ديالنا. هادشي داخل في اطار شد فيا نشد فيك في كره القدم. وغنشدوا في واحد المنتخب اخر اللي هو المنتخب ديال الجزائر. اليوم خرج اسلام سليماني بتصريح الاتحاد الجزائري لكره القدم، كاين هادشي في الموقع ديال الفاف. المنتخب الجزائر بداو اليوم كيبكيو ويشكيو من اليوم. قال لك اسيدي لابيلوز، الارضيه الميدان ديال الملاعب عيانه، وكاس افريقيا هذه صعاب من كاس العالم، زعما حيت هما دازوا لكاس العالم وكانوا غيوصلوا حتى للفينال. قال لك صعاب لانه الطقس ماشي حتى لهيه. انت بانه الطقس اللي كاين في قطر راه صعب من اللي كاين في افريقيا. الطقس ديال قطر راه مجهد على الطقس ديال افريقيا، باش نحيدوا هذه المساله ديال الطقس هذه. ولكن حنا مساله كانت منتظره، العالم كان عارف بانه المنتخب الجزائري غيبدا بالشكا والبكا. بداو دابا بالطقس. قال لك اسيدي علاش عاوتاني ما يلعبوهمش في الليل، علاش كيلعبوا مع الجوج ولا الثلاثه؟ واخويا ولي انت دخل مع الكاف تحط التوقيت ديال المباريات. راه العالم كله، راه اوروبا تيلعبوا في الجوج د العشيه عادي جدا. يا كواري تلعب في الجوج الليل الجوج الصباح، ما كاينش المشكل. ولكن باش تقول اخي الارضيه ديال الميدان عيانه، راك شتي الملعب ديال الحسن واتارا، لابلوز ديالو راه ما كايناش في شي ملعب كاين في الجزائر. ولكن كما قلت لكم هذا تصريح عادي جدا، فهمتي، من بين التصاريح اللي كانت منتظره. وبطبيعه الحال نظريه المؤامره كيلعبوهم في الجوج العشيه وثلاثه ديال العشيه. حنا غنساينوا المنتخب الجزائري. اش غيدير عندكم؟ غير ديروا نتوما يا لهوي يا لهوي ديال ليلتك سودا. راكم شفتوا المنتخب ديال موزمبيق اللي كلشي كان كيقول بانه المنتخب المصري غيغلبوا. منتخب موزمبيق كانوا كيجيو الفراقي ديالو هنا كياكلوا 10 و11، كيمشيو لتونس كياكلوا 10 و11. رابحين المنتخب ديال مصر حتى الاخر. وهادشي كله بسبب عز الدين أناحي اللي قال لهم غتماركيو وترجعوا للورد طيح على اليمين ولا على اليسار. في الاخر من لقاو راسهم مزيرين بداو يخرجوا. المهم مبروك عليهم. زيروا معنا الاخوان في الجزائر، زيروا معنا البطوله. الله بدات تا تخسروا الماتش الاول وتخسروا الثاني وعاد بكيو وشكيو. هذا دابا راه سليماني يا حسره، لاعب كبير اللي لعب في الشامبيونز ليغ، خرج لهم بالبكا من البدايه. ولكن غنعاود نختموها مره اخرى بنقولوا مبروك اللاعبين ديال المنتخب ديال الكره الشاطئيه، والله يسهل على المنتخب ديالنا ان شاء الله نهار الاربعاء باذن الله. حنا راه ما غنشكيوش، لاعبين ماتش مع الثلاثه ولاعبين ماتش مع السته ولاعبين ماتش مع التسعود، غنلعبوا فيهم كاملين. وان شاء الله غنلعبوهم بلا ما نبكي وبلا ما نشكيو. يلا تبارك الله عليكم وديما مغرب.